أعزائنا المستمعين، نلتقي معكم في هذه الساعة الأدبية ضمن منتدى هيفي الثقافي مع كاتب وشاعر جميل، وهو عضو في اتحاد الكتاب الكرد سوريا. معنا اليوم الأستاذ رونستير ميرزا لندردش معه حول مسائل ثقافية متنوعة. أستاذ رونستير، مرحبا بك. أهلا وسهلا. شخص رونستير لنتعرف على هويته الشخصية. رونستير كأي شاب من شباب هذه المنطقة أمارس حياتي الاعتيادية مثلي مثل باقي هؤلاء الشباب. ولدت في قرقيلقي. درست ابتدائيتي في بعض القرى، كونه أبي كان إماما. تجولنا في الكثير من القرى. لم أقضي طفولتي في مكان معين. تبعثرنا في هذه المنطقة. لم أنهي دراستي الإعدادية. أرسلني أبي لرعاية الأغنام. نعم. رعيت الأغنام لمدة 1.5 سنة، وبعدها هربت إلى الشام. نعم. إلى دمشق، وعملت هناك في المشافي والمطاعم كأي شاب. بعدها ذهبت إلى الخدمة العسكرية الإلزامية. بعد أن أنهيت عسكريتي عدت لأعمل في دمشق، ولكن كان قد أصبح لي 7 سنوات وأنا قد تركت الدراسة. فشجعني أخي إلى أن أكمل دراستي. بسنتين متتاليتين حصلت على الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. ضمن هذه الظروف الصعبة، كيف كونت شخصيتك الأدبية؟ بصراحة قصتي الأدبية ربما تكون نوعا ما طرفة. نعم. عندما كنت أرعى الأغنام في الشهور ال3 الصيف، يعني ما بين الصف السابع والصف الثامن، كنت أحب الغناء. أحب الكلمات الكردية، أستفسر عن الكلمات الكردية، ما معناها، ما أسأل الأشخاص المسنين. أحب مقابلتهم والجلوس معهم لكي أقتبس منهم بعض الكلمات الغريبة كطموح، كرغبة في قلبي. وكون أبي أيضا كان بعض الأحيان يقرأ لنا قصائد ملاي جزري وأحمد خاني. هذا وكأنه أورثني كتابة الشعر. من بين أخوتي أنا الوحيد الذي أكتب القصائد والشعر. ولكن كتابتي الحقيقية، يعني قصة كتابتي الحقيقية، جاءت بعد أن حصل معي حادث مروري في دمشق. حينها أظن كان عمري 16 سنين. إثر هذا الحادث بقيت مقعدا في البيت لمدة 4 أو 5 شهور. أبي جلب لي كتب ملاي جزري وأحمد خاني لكي أقضي وقتي بها وللقضاء على الملل. من قراءتي لهذا الكتب تأثرت بهم كثيرا، وبدأت قصة كتابتي مع الشعر. إلى الآن ماذا كتبت؟ تأثرت بقصة حب، وربما مثل أي شاعر آخر ألفت ديوانا تحت اسم الجنون في حب العيون كأشعار مطبوعة فقط. هذا الديوان هو مطبوع. يوجد لدي ديوانين آخرين، أحدهما تحت اسم آخر تنادل، والآخر تحت اسم ومضات القلوب في آهات المحبوب. وهناك الكثير من الأشعار المتفرقة التي لم تدخل ضمن
كتاب أو دواوين. هل تشعر بشيء من خلخلة المشاعر حين تفارق نصا كتبته؟ وما الزمن الذي يلزمك حتى تخرج من تلك المشاعر؟ بصراحة القصيدة أو الشعر هو انعكاس لأحداث الواقع والحياة اليومية. القصيدة هي تلك الأحداث التي أثرت في أنفسنا، تلك الحادثة التي أثرت في نفس الشاعر، جعلته يعبر عن شعوره بتلك القصيدة. إنما القصيدة عندما نكتبها حقيقة نندمج في طياتها، في ثنايا أبياتها، معانيها، كما أن يتقمص شخص في دور تمثيلي ما. صدقني هذا الممثل يشعر بنفسه وكأنه حقيقة هو هذا الشخص وليس متقمصا أو يمثل. أنا شخصيا كلما كتبت قصيدة أتأثر بها كثيرا، ولكن تبقى لدي بعض ردود، بعض المشاعر أود أن أعدل فيها أو أضيف إليها، وتبقى هذه رغبتي إلى أن أكتب قصيدة أخرى. نعم. لا أنفك عن قصيدة الأولى حتى تأتي قصيدة التالية. لماذا لا يمكن تصور مناسبة ما بغض النظر عن نوعها دون إلقاء الشعر فيها؟ فهل بات الشعر هو البيان الأدبي الأكثر تأثيرا؟ الشعر في البداية هو كلام معقد، بمعنى آخر هو البلاغة في اللغة. فأي شيء عندما يكون بليغا بشكل بديهي سوف يؤثر في أنفس الأشخاص الذين حولنا. القصيدة لها وقعها الخاص بين الشعوب، فالإنسانية منذ قديم الزمان كتب الشعر وتغنى بالشعر وله وقعه الخاص. إذن الشعر هو حامل الموروث الثقافي لأمة ما. برأيي الشعر لعب دورا نستطيع أن نقول الأهم في توريث الموروث الثقافي للشعوب، في إيصال عاداتهم وثقافتهم أجيالا بعد أجيال. أنت من جانبك كيف تخطط لمجابهة فكرة تراودك تجوب في خاطرك شعرا؟ كل شخص عندما يتعرض لحادث أو واقعة ما لديه أدواته الخاصة للدفاع عن نفسه أو لمجابهة هذا الحدث، كالمقاتل يحمل بندقيته، كالمغني يبدأ بغنائه. أما الشاعر يبدأ بقصيدته يعبر عن فكرته لهذا الحدث بطريقته الخاصة وهي قلمه. يكتب قصيدته ليشرح للعيان ما حقيقة هذا الحدث، ما وقعها على الناس إن حدثت. هل تعمل مخطط ما للقصيدة التي تكتبها، أم أن الكلمات والحروف هي التي تجرك إلى مساراتها رغما عنك؟ عندما أتعرض لحادث ما، لوقع ما أثر في نفسي، تضيق بي الدنيا بما رحبت. أين سأهرب من ملامة قلمي؟ اضطر لكتابة القصيدة. في بداية كتابتي للقصيدة كيف أكتب القصيدة؟ أكتب البيت الأول من هذه القصيدة وأحاول أن يكون جميلا جدا وبليغا، وعلى هذا البيت أبني الأبيات الأخرى. يعني كمثال صغير، كنت أقرأ منذ فترة في ديوان مموزين، هناك مفارقات رائعة بين اللغتين العربية والكردية.
كتقليد له، ولكن في فكرة في ذاتي حننت لبعض الأشخاص وكتبت كتبت هذا البيتين: يا من حن لها وجدي وفؤادي، ذي البرشمة أفروت قد خبر نادي. ونبحر في فضاءات القصيدة ونستمع إلى الشاعر رونستير في قصيدة أخرى. يا حبا عم جسمي كما في الليل عم السواد، انتشر في أرجاء حبك كما في العالم الأكراد، تعلق لساني باسمك كما العرب والضاد، كالروتين صار عشقك كما الظلام والاضطهاد. يا بنتا إليك هاجرت روحي ومال الفؤاد، فليس من مفر إلا وإليك الانقياد، ولا منفذ منك إلا وإليك النفاذ. أنت في قلبي تسكنين فكيف عنك الابتعاد، أنت في العين تنامين فقولي كيف الرقاد. سأقول علك تنصتين فتعرفي ما الوداد، إن الحب كما الروح فليست له بلاد، وليس له موطن ولا جبل ولا واد، ولا دين وتشريع في كل الخلائق رقاد. اسمعيني الحب في استفاق، اخمديني أحرقتني نار الاشتياق، فهل من مقيلة في حضنك لقد رماني السهاد. اسمعي من قول شعرا في وصفك قلمي جواد، يا من لأجلها يخفق الفؤاد وينبض القلب وتحترق الأكباد. محظوظ أنا والأكراد والطبيعة والجماد، لأن الجماد اكتسب الصمت منك، ولأن الطبيعة تتغنى بعينيك، والأكراد لأنهم بقمر مثلك جادوا، ولأنني منذ أن أحببتك نص دستوري وأوجبت شريعتي وفرض قانوني وسمحت أخلاقي بأن تقبيلك جهاد. أترضين بهذا القانون وتسمحين لمن بك مجنون بالتسبيح على فمك، فإن فمك جنة المأوى وتقبيلك بجنة النعيم انفراد. أيهما تفضل، إلقاء قصيدة لك على منبر رسمي أم على جمع من الأهل والأصدقاء؟ في السهرات الأهلية أو الشاعر يلقي قصيدته فيتعرف على قصيدته من حوله، من يعرفه حقا يعرفون أنه يكتب الشعر وشعره جميل ولديه هذه الموهبة، ولكن أفضل على المنابر الرسمية كي أوصل أفكاري وقصائدي لجميع شعبي، لكل شعبي، لا أكتب فقط لأهلي وأصدقائي. هؤلاء الشعراء الذين يفضلون القراءة على النطاق الاجتماعي الضيق، هل يخشون النقد؟ كأن يهابوا أن ينتقدهم أحد على منبر رسمي ما. هناك وجهين في هذه المسألة. بعضهم انطوائيون لديهم أشعار جميلة لدرجة، لديهم أشعار فعلا تستحق أن تقال على المنابر وتطبع بنسخ كبيرة، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يرتقي مستوى شعرهم إلى المستوى الذي نطمح إليه. هل تشعر أن الشعراء مقصرون في رفع الذائقة الأدبية لدى الناس، أم أن الناس ليس لهم الوقت لهذا الترف كما يدعي بعضهم؟ في القسم الأول من سؤالك ربما يكونون بعضهم مقصرون ولا أشمل الكل، والمقصرون لعدم توغلهم في ثقافتهم وتاريخهم يأخذون أشعارهم قصائدهم كهواية وترتيب كلمات فقط لا غير، يعني
تشبيك الكلمات على بعضها أصبحت قصيدة، ولكن هي خالية من الفلسفة الحقيقية لتوجيه الشعب لمنحى ما أو لطريق ما. فبالتالي لا تكون قصيدته ملفتة للسماع، أي لا تؤثر في نفسهم كما يجب. إذن هناك تقصير ما من ناحية الشعراء. طبعا هناك تقصير واضح، وقلت لك السبب، وأشمل نفسي في هذه الفئة. لا نتثقف بكتب الثقافة، بكتب التاريخية، بالشعر. برأيي يجب أن يكون كل شيء، يجب أن يحوي دماغه، أن يحوي فكره على السياسة، على الثقافة، على الزراعة، على كل شيء، لكي يستطيع أن يجمع بين كل هذا ويعطي لشعبه قصيدة تحمل كل الأفكار الواجبة كي يوعظ لشعبه، كي يقول له الفكرة التي يجب أن تحدث. وهل حسب رأيك شعراؤنا مثقفون؟ والله كما قلت لك، يعني لمحت في جوابي الثقافة بشكل عام قليلة في موطننا، ولكن الذي يكتب القصيدة ولديه عدد لا بأس به من القصائد حتما إنه مثقف، ولكن هناك تفاوت نسبي بين مثقف إلى مثقف آخر. فهناك شعراء مثقفون جدا، ولكن هناك شعراء ثقافتهم يعني كثقافة طالب جامعي. والناس العاديون أين هم من كل هذا؟ بصراحة الوضع الاقتصادي يؤثر على كل شيء. لم يعرف الشعب بعد قيمة الشعر، قيمة الثقافة، قيمة المطالعة والدراسة. ربما أقول في اليابان في عاصمتهم رمز المدينة طفل يحمل في يد كتاب وفي اليد الأخرى رزمة من الحطب. هذا هو رمز مدينتهم. فيبينون لنا كم هي قيمة الدراسة، كم هي قيمة الثقافة. ولكن هنا للأسف يعني لا توجد هذه الفكرة أو هذه الثقافة بيننا. أستطيع القول بأن كل ثورة أو كل توجه ما يفوز بالثقافة. يعني الثقافة هي اللمسات الأولى والأخيرة. إذن نحن ما زلنا بعيدين عن هذا المستوى من الوعي الثقافي لدى الناس ولدى ما يدعون بأنهم مثقفون. إن شاء الله ليس بعد الآن. كثرت القنوات الإعلامية، ووضع الكرد ليس كذي قبل. القنوات الإعلامية بالدرجة الأولى ساعدت في نشر الثقافة والشعر أظن أننا قريبون من الفكرة التي قلت لها، أن نصل إلى المستوى الثقافي العالي. يتجه الكثير من الشعراء إلى قصيدة الصورة والموسيقى والتأثير المعنوي دون الالتفاف إلى الوزن. أنت من جانبك ماذا تفضل؟ القصيدة ذات الروح، الصورة والخيال، القصيدة الحديثة أو الشعر الحر، أم القصيدة ذات الجسد، القصيدة الموزونة؟ والله أفضل القصيدة الموزونة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن لا أكتب القصيدة النثرية. برأيي أنت قلت القصيدة النثر فيها الموسيقى وفيها الصورة والروح. أقول في القصيدة
الموزونة أيضا يوجد فيها فلسفة ولها موسيقاها الخاصة ولها إيقاعها الخاص. وأستطيع القول بأن أغلبية الأغاني التي تغنى هي من الشعر الموزون وليس من الشعر النثري. كل قصيدة حسب موقعها، حسب يعني كمثال النزار قباني، يعني أغلبية شعره كان نثرا، ولكن هل رأينا كم تأثيره على البشر المحيط؟ المستقبل كما تراه لأي من هذين التوجهين؟ بصراحة أرى الناس المحبين للشعر القصيدة يتجهون أكثر إلى القصيدة النثرية. يعني أصبحت القصيدة الموزونة ككلاسيك مل منه الكثير. يتوجهون إلى شيء جديد، ربما ليس جديدا بذاته إنما جديد عليهم. وكي لا ننسى في خضم هذا الحديث أننا نحتاج إلى الشعر، نقرأ قصيدة أخرى. دوستو هوالا مني نازو دلالا مني رونيا روجا مني ستيرا شوي مني خوزيت زانيبا خوزيت زانيبا خوزيت هاتبا ماچ کربا من او اني مريبا پشتي ويكني بوبا متفكوتني خوزي بحرك كوربام وخزيت كانيبا خوزيت زانيبا خوزيت زانيبا خوزي از بوبا مزاوا خوزي از بوبا مزاوا دلبرتو كبانيبا خوزي از بوبا مالخوي دلبرتو كبانيبا هردم نك من رونشتيبا خوزي كومارك مزنبام تني دلبر هولاتيبا خوزي نوجدارك زيركبا بلا أفدل هر ايشيبا خوزي تزانيبا خوزي تزانيبا خوزي تزانيبا تفزيبا نلفيبا بوي ما چه تو رازيبا لسر كاوا من رازيبا ولسر ليفا تليفا من رحتي نما بارزيبا خوزي تزانيبا خوزي تزانيبا خوزيتو فراك آفبا سرجان من دا رجيبا تو هف پارا جيه من با دور نتكتن قد جتا دور نتكتم جتا چگو نهبا و چرو جيبا خوزي تزانيبا خوزي تزانيبا خوزي رزو گلستان بام بهنو شيراوا هر گليبا خوزي از دبستان بام پرتوك صالح حميبا يانجي گندك كردستان بام يانجي گندك كردستان بام تني دلبر تو گنديبا تني دلبر تو گنديبا. لماذا تستحوذ المدن على الاهتمام الأكبر لدى الشعراء الكرد؟ هل هذا عائد إلى توقهم نحو المدنية، أم أن المآسي هي التي تجر الشاعر إلى هذه الهياكل الحجرية؟ مدننا رمزنا، تاريخنا، مدينتنا قصيدتنا، وقصيدتنا مدينتنا. مدينتي تحكي قصيدتي، وقصيدتي تحكي مدينتي. حدثت فيها في هذه المدن المعارك البطولية وملاحم المقاومة، فبالتالي استحوذت المدن على قلوب الشعراء الكرد، وكانت رمزا لهم، غنوا فيها وكتبوا قصائدهم فيها. وهذا يعكس طبيعة الكرد نحو المدنية، نحو الحضارة، كونه الشعب عريق وذو حضارة وله الآثار العديدة التي لا تحصى. وبصدد سؤالك أهدي لكم هذا المقطع من ألحاني وكلماتي.
پایتختا من دیتنات آزادیا من آزادیت بخینا من آزاد ببا بلز بمرم ای قامشلو بهشتا من ای قامشلو بهشتا من قامشلو تو پیروز خاکی ستمی قد قبول ناکی قامشلو تو پیروز خاکی ستمی قد قبول ناکی ده پلک نیزیک هر توی باکی ده پلک نیزیک هر توی باکی آزاد بوم از و آلی راکی آزاد بوم از و آلی راکی أعزائنا المستمعين، وهكذا نصل إلى نهاية هذا الحوار في منتدى هيفي الثقافي. كان ضيفا الأستاذ رونستير ميرزا